السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل متابعينا على القناة، أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد وحصري على القناة المفضلة. فضلا وليس أمرا لكل محبي القناة مشاركة هذا الفيديو لكي يصل لعدد كثير من المشاهدين، واللي ما يشتركش يا جماعة يا ريت يشترك فضلا وليس أمرا. مش هتكلم على فنيات ماتش الأهلي والمصري، خلاص هو الماتش راح لحاله، بس أنا عايز بس كلمة واحدة، كلمة حق تقول اللي حصل في ماتش الأهلي والمصري ده يرضي ربنا. يعني انا نفسي بس افهم ده كلام يرضي ربنا؟ اللي شفناه من الحكم اللي هو وليد ده، عبد الرازق ده ولا وليد عبد الايه ده يرضي ربنا؟ هو يا جماعه بس هي لجنه الحكام عايزه توصل بالنادي الاهلي لحد فين؟ شايفين ان النادي مش عايز انت تديله الدوري؟ خلاص قولوا له من دلوقتي ريح نفسك وما تتعبش نفسك وخلاص، هنوجه الدوري لفريق معين ونريح دماغنا بدل شده الاعصاب اللي احنا فيها. يعني ايه فريق بيلاعب فريق والحكم؟ انتوا عارفين يعني ايه فريق المصري وفريق الاهلي؟ الحماس والشده اللي ما بينهم احنا عارفين. هو الاكثر ان كمان ان حسام حسن مدرب فريق نادي المصري، والمشاكل اللي احنا عارفينها ما بين فريق المصري وفريق الاهلي. تقوم حضرتك كلجنه حكام جايب لي حكم، لما تيجي تدور عليه تلاقي الحكم ده من اسماعيليه، وما ادراك من الاسماعيليه. انت عارف يعني ايه اسماعيليه؟ اسماعيليه ده هو المصري البورسعيدي ولاد عم شقه. طب ماشي، المصري اسف النادي الاهلي يمثل ايه النادي الاسماعيليه؟ احنا عارفين الاحتقان ما بين الاهلي والاسماعيلي على مدار البطولات اللي فاتت. يعني ايه اهلي ويعني ايه اسماعيلي؟ ازاي تجيب لي حكم؟ اقسم بالله الحكم ده لما قعدنا ندور عليه ما حكمش مباراه في مركز شباب. مين وليد ده؟ مش عارف. يعني انت من باب اولى هات حكم معروف، عشان لما يحصل صدام في الملعب نقول لا والله الحكم ده ماضيه كويس، الراجل ده على درايه بالتحكيم. انما مين وليد ده؟ وما اللي ياكد لك صحه كلامي ان لما مرتضى منصور يطلع يشكر في الحكم ده، حط 100 خط تحت وجوده في ماتش الاهلي والمصري. يعني انا حسبتها كده، طالما مرتضى منصور انت طلعت قلت ان الحكم ده ولد طالع كويس وليه مستقبل، انا كده خلاص تاكدت ويقين من جوايا ان في 100 خط تحت الحكم اللي حكم ماتش المصري والاهلي. هي لجنه الحكام مين بيديرها؟ مين بيديرها؟ هو لما طول الوقت على قناه الزمالك عمال يوجه رسالات لحازم امام والناس اللي معاه ان هم عايزين عصام عبد الفتاح. طب حضراتكم كلكم عارفين مين هو عصام عبد الفتاح؟ عصام عبد الفتاح هو الابن المدلل اللي بيهدي دايما الدوري ومطوشته لنادي الزمالك. لكن النهارده رئيس لجنه الحكام اللي هو كاتنبرج ده مش جه على هوا مرتضى منصور، بيقول لك انا ما بطيقش امه يا زوما، انا ما بطيقش امه، فيما معناه ان الحكم ده مش جه على هوانا، او رئيس لجنه الحكام ده مش جه على هوانا، مش هينفعنا. لكن للاسف هو حاطط في دماغه كلاتنبرج ده شغال للاهلي. تتفرج على التحكيم، ايه يا جماعه في التحكيم؟ وايه يا عم التبريئه اللي انت بتبص بيها لسيد عبد الحفيظ ده انت عينك بتدق شرار يا راجل. وتحس ان ايه يعني، ايه حاجات ممنهجه، حاجات ممنهجه. انت النهارده انا عايز افهم بس، هو متولي وحمدي فتحي انت اديتهم انذارات ليه؟ او اللي متولي انذار ليه؟ اديته ليه انذار؟ ده اللي بيتكلم معاك حمدي فتحي، ده في البدايه بيتكلم معاك حمدي فتحي ومتولي واقف جنبك. انت عارف انت عايز تعطل مين في الماتش اللي جاي، عشان كده بتديله انذار. يعني انت جاي وفاهم انت عايز تضرط مين، عايز تدي مين انذار عشان ما يلعبش الماتش اللي جاي. هو كان عمل ايه محمود متولي ولا حمدي فتحي ولا سيد عبد الحفيظ؟ بالله عليك الموضوع ده لو كان حصل مع اي لعيب، لو احمد سيد زيزو في الزمالك، كنت قدرت تعمل الكارت كده في وشه وتقول له يلا مع السلامه انذار وتبرق له كده وتبص له؟ ولا هي بس رجاله على الاهلي بس؟ ولا انتوا عايزين رئيس نادي لا مؤاخذه صوته كده يتكلم وخلاص ويشتم فيكم ويهزق فيكم على القناه بتاعته دي اللي بتبث من تحت الكوبري بشويه المتبلطيه اللي على القناه دي اللي هم هزاز الرؤوس؟ ما هي عالمه ومعاها الصبيان بتوعها، مش عارف ايه يا سياده الايه ومش عارف ايه يا سياده الايه ومش عارف ايه يا سياده الايه. ايه يا عم؟ هي لجنه الحكام فين من اللي بيحصل ده؟ هي الشتيمه والاسفاف اللي طول الوقت على قناه الزمالك، هي لجنه الحكام فين؟ فينك يا فرج يا عامر في لجنه المسابقات؟ فينك يا علام من اتحاد الكوره؟ هو الراجل ده مش لاقيين حد يلمه ليه؟
هو مسنود من فين بس يا جماعه؟ احنا نفهم الكره المصريه رايحه لحد فين. هو مرتضى منصور ده محدش قادر عليه ليه؟ مين بيدير الكره في مصر؟ يعني احنا بس نرتاح كده ونعرف مين بيدير الكوره في مصر، عشان نشوف هنبطل ان احنا نشجع، ولا هنبطل كوره خالص، ولا خلاص يبقى كده خلاص الحمد لله نتفرج على اي حاجه تانية غير الكوره. لكن بذاءات وشتايم وسب والفاظ وايحاءات، ويا خلاص ده فاضل احنا هنسب الدين على الملأ لمحمود الخطيب ولشوبير. او محمود الخطيب عمل ايه؟ محمود الخطيب هو اللي بيعمل فتنه في المصري وفي بورسعيد؟ انت ايه يا عم؟ انت مفيش حد عاجبك ليه؟ مفيش حد عارف يلمك ليه؟ اللي انا بطلبه برضو من رئيس نادي الاهلي الكابتن الخطيب، هو من الواضح يا كابتن ان احنا المثاليه بتاعتنا عاليه شويه. احنا لازم يكون صوتنا اعلى من كده شويه يعني. ما هو من الواضح ان انا اسف اللي بيعملوا حساب للي صوته عالي، لكن فكره المحترم والمؤدب ده تقريبا مبقاش يتاخد بيها. فانا عشان اعترض وان يبقى صوتي عالي وامسك في ده واشد في خناق ده، وان انا اطلع ده شكله وحش، وان انا اسب في ده في امه وفي ابوه واجيب في عرضه واجيب مش عارف ايه كده، انا بيتعمل لي حساب. انما احنا ككيان نادي اهلي بنتبع الاسلوب الراقي في التعامل. بيقولوا علينا ان احنا ضعف، ما بيقولوش ان احنا نادي منظم ونادي مرتب. للاسف للاسف يا كابتن خطيب، لازم يكون في اجراء، في حسم اكتر من كده مع اللي بيحصل ده. احنا ليه كده حاسس ان احنا يعني انا اسف بناخد على قفانا ليه؟ احنا مش نادي صغير، احنا نادي ليه كيان كبير. لازم لجنه الحكام ولجنه المسابقات واللجنه الاولمبيه يعملوا لنا حساب، وزير الشباب نفسه يعمل لنا حساب. احنا ليه كده شايفين ان احنا حاجه صغيره؟ احنا مش حاجه صغيره. نادي الاهلي ده لو بطل كوره مفيش كوره في افريقيا. انت النهارده بتنافس في كاس العالم للانديه، انت هتلاعب ريال مدريد، انت بتمثل مصر، ما بتمثلش فريق محلي يا كابتن خطيب. احنا لازم يكون صوتنا اعلى من كده، ولازم ناخد موقف مع الناس دي. الجميل في الموضوع ان سالم الشمسي اللي هو صاحب نادي الاسيوطي، مش هقول بيراميدز، صاحب نادي الاسيوطي، الباشا جاي يستثمر في مصر. هو بيقول لك انا جاي استثمر في مصر، والجو العام مش مساعدني ان انا استثمر في مصر، وان انا عايز انسحب من الدوري العام. اللي عجبني في الموضوع احمد دياب اللي هو رئيس رابطه الانديه، قال له احنا ما فيش الكلام ده، احنا مش هنتهدد يا عم سالم يا شمسي. عايز تسحب استثماراتك من مصر اسحبها، عايز تسرح اللعيبه بتاعتك سرحها، الموضوع مش فارق معانا، الموضوع ما يخصناش. في اتحاد كوره ارجع له. هو عايز يقلد مرتضى منصور على فكره. هو سالم الشمسي ده لقى نفسه خلاص رابع جدول دوري عام، الموضوع بالنسبه له شكله ما بقاش كويس. قال طب ما انا ازعق كده واعمل هليله زي مرتضى منصور، يمكن اتحاد الكوره او لجنه الحكام او بتوع رابطه الانديه دول يقولوا لنا بس انت زعلان ليه؟ انت هتسحب استثماراتك ليه؟ احنا في قفا جنيه، انت عايز ايه؟ لكن اللي عجبني ان احمد دياب قال له احنا ملناش دعوه بالموضوع ده يا عم سالم شمسي، في اتحاد كوره ارجع له، اللي يقول لك عليه نفذه. بصراحه كان موقف كويس. لكن الغريب في الامر هو يعني انت سخنت مره واحده ليه؟ اللي انا عايز افهمه هو انت سخنت مره واحده ليه؟ هو انت شفت المر بزياده بيزعق فقلت نزعق زيه؟ يعني انا مش فاهم الموضوع يا جماعه. برضو اللي انا عايز افهمه وانتوا يعني شاركوني في الراي، هي الكوره بتدار ازاي؟ الكوره بتدار ازاي؟ يا راجل يا مؤمن، ده الاعلام التونسي، الاعلام التونسي ماسك الزمالك غسيل ومكوى على تصريحات مرتضى منصور لسيدات الطايره، او مش فاكر سيدات اليد بس تقريبا سيدات الطايره، ان هو سرحهم وتسريحهم بالتصريح اللي قالوا ان دول يقعدوا في بيوتهم يتجوزوا احسن. في مبادئ في نادي الزمالك، مبادئ ايه؟ الفرقه بتخسر بتتسرح. رجال الاهلي غلبوا الزمالك على ارض الزمالك في السله بفارق كبير جدا، برضه تسرحوا. يعني ايه؟ يعني الفرقه اللي تخسر من هنا تتسرح؟ ما بنشوفش اخطائنا فين؟ ما بنشوفش احنا هنصلح من نفسينا فين؟ ما مش هنعمل اعداد لفرقه الاخطاء بتاعتنا اللي احنا غلطنا فيها هي ديت، طب الصح بتاعها ده؟ لكن ما فيش الكلام ده. اسهل حاجه سرح يا عم، سرح 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 سرح. والبشمهندس المستشار الجليل يقول لك احنا بنصرف على نادي الزمالك، انا واولادي بنصرف على نادي الزمالك. بأمارة ايه؟ بأمارة ايه بتصرف على نادي الزمالك؟ طب انت لو بتصرف على نادي الزمالك زي ما انت بتقول، انت قاعد ليه؟ انت قاعد ليه وماسك فيها قوي ليه؟
وتيجي تقول لي مصطفى شوبير بياخد بالخمسة مليون و6 مليون وقاعد على الدكه، وهي حرقاك قوي ليه؟ انت ايه اللي دخلك في شأن الاهلي؟ احنا يا عم كاهلاويه يا عم احنا مبسوطين، ان شاء الله ياخد 10 مليون، انت ايه اللي مزعلك؟ يعني ايه؟ ما تخليك في شأنك، خليك في ناديك، خليك في الفضايح اللي انت عمال تصدرها للعالم وخليت رقبتنا قد السمسمه يا راجل. مفيش راجل حكيم، راجل رشيد على قناه الزمالك يقول لك والله الحته دي غلط يا سياده المستشار، ما كانش ينفع حضرتك تعمل دي، ده مش صح بتاعها كده. مفيش حد بيردك نهائي. كل الكلام اللي بتقوله ايه يا جدع؟ قرآن كريم. كل اللي لما بتقول كلمه يفضلوا صح فعلا عندك حق يا جماعه. ده الارزاق على الله يا جدعان، يعني ده ربنا هو اللي بيرزق، مش مرتضى منصور واللي معاهم اللي بيرزقوا. مش هتلاقي لك شغلانه هنا هتشتغل في حته تانية. لكن الاسفاف اللي احنا بنسمعه حصل الله ينور ايه يا عم؟ الحلقه كلها زي ما قلت قبل كده، قناه الزمالك دي قناه عامه ملك لكل المصريين مش الزمالك بس. ده انتوا كده اهدار مال عام باللي انتوا بتعملوه ده، شغالين لمرتضى منصور بس. بصراحه يا جماعه الواحد تعب من اللي بيشوفه، من الاجواء اللي الواحد موجود فيها. يا ريت اتحاد الكرة يكون ليه وقفة، لكن الحكام يا ريت يكون في ضمير. يعني انا تعبت، انا تعبت من كتر الكلام، وتعبنا من كتر الحاجات اللي احنا بنشوفها، وتقريبا كده مفيش فيها حل. كل اخواتي مشاركة الفيديو وتفعيل زر الجرس فضلا وليس امرا، تفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة لكي لكم كل جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.